الأستاذ صباح والأستاذ عماد والخوات وجميع أهالي الطالبات للمجيء لهذا الاحتفال للطالبات المتفوقات. الأخ العزيز الدكتور عماد ناجي المشرف الاختصاصي المحترم، الأخوة الأعزاء الضيوف، الست لقاء مديرة ثانوية شعاع المعرفة للبنات، الأخوات المدرسات، الحضور الكرام، بنات الطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي هذا اليوم أن أقف أمامكم، وهي هذه المحطة الخامسة من المدارس التي كرمت الطالبات المتفوقات التي حصلنا على الإعفاء العام، وهذا فخر لكم ولعوائلكم، ويجب أن يقتدي بكم باقي الطالبات. ننقل لكم تحيات الدكتور ناصر حسين علي الدين مدير عام تربية الأنبار، ويشكر العوائل على هذا التفوق الذي حصلت عليه الطالبات، وإن دل على شيء يدل على التفاني ويعني متابعة من قبل ولي الأمر والأم والأهل لهذه الطالبات، ونطلب من باقي الطالبات أن يحذوا حذو هذه الطالبات المتفوقات، وهذا فخر أيضا لمدرساتكم الذي يعني لهم الدور الأكبر، والمدرسين موجودين أيضا حتى ما نبخل حق أحد. كان لنا محطة في متوسطة الخالدية البنين، وفي إعدادية الخالدية البنات، وفي ثانوية الخلفاء البنين، واليوم محطتنا في شعاع المعرفة البنات. بالرغم من كل المشاكل الذي لدينا، حضراتكم تعرفون احنا الآن في مقابلة لكل المعلمين والمعلمات، مدرسين ومدرسات والموظفين اللي ثبتوا الملاك الدائم، ولكن اثرنا على نفسنا الدكتور عماد والموظفين في التربيه الا ان نحضر في هذه الاحتفاليه دعما منا الى اداره المدرسه ومدرساتها وللطالبات المتفوقات اللي لهم حق علينا انه احنا نحضر وياهم ونكرمهم، متمنيا لكم الموفقيه والنجاح. تعبنا واجتهدنا وعلى القمه صعدنا، سهرنا هالليالي رفعنا راس. المديرة الفاضلة، الأساتذة الموقرون، ضيوفنا الأعزاء والآباء والأفاضل، أما بعد، بداية أوجه شكري وتقديري لجميع الحاضرين، وتتقدم إدارة المدرسة والمعلمين بها إلى تقديم الشكر والترحيب بضيوفنا الأعزاء. نحن نجتمع اليوم في هذا المكان المبجل لنحتفل سوية بالمتفوقات التي جاهدن وصبرن وتحديا كل الصعوبات، واستطاعن تحقيق أعلى الدرجات ليصبحن مثلا أعلى بين صديقاتهن، وتقديرا لجهودهن طوال فترة العام الدراسي. فقد نظمنا هذا الحفل المتواضع ليكون خير دليل على فخرنا واعتزازنا بمثل هذا النماذج المتميزة، وتشجيعا منا للطالبات الأخيرات الأخريات ليخطون لنفس الخطى لتوضع اسماهن بجوار صديقاتهن في لوحة الشرف. ولا نستطيع أن ننسى أو ننكر الدور الهائل الذي قام الأساتذة الأفاضل الموقرون تحت إشراف المديرة المبجلة. اليوم نحن نحتفل بنخبة من الطالبات المتفوقات، ولتتفضل مديرة المدرسة ست لقاء شاكر عزيز بتكريمهن مشكورا. مع الطالبين شروق مهند فاضل، الثاني علاء المدرسة، الثاني ماريا قاسم حواس، الطالبة الثالثة فرح عامر فواز. تعبنا واجتهدنا وعلى القمة صعدنا، سهرنا هالليالي رفعنا راس أهلنا، كل واحد طموحه فوق يعلي روحه، نجحنا ونحمد الله ما ضيع تعبنا، الفضل الله والدعاء الوالدين، النتائج هونت تعب السنين، ناجحين احنا يا عالم ناجحين، ما يسعنا الكون من قد الفراغ، ما يسعنا الكون من قد الفراغ، في ذكريات الشلة ما ظنها تغيب عن البال، وكل شي راح يظل قريب، اوف يا ضحكتنا كانت شي عجيب، ما يسعنا الكون من قد الفرح، ما يسعنا الكون من قد الفرح.
سلامة اخوتك ماما غير هاي هسه امك وهي قبلها تفرح ان شاء الله. عشنا ايام حلوه اصحاب الطعم اخوه، شما يبغى التحدي اراده عدنا تقوى. أسسنا حلمنا وردنا من علمنا شي يخدم وطننا، وطننا غالي هو بوجه أبيض طلعنا وكل خير، بينا باكر هالوطن أحلى يصير، راح نبقى نكافح احنا للأخير، وما يسعنا الكون من قد الفرح، ما يسعنا الكون من قد الفرح. حقنا بالإنجاز نفخر شي أكيد، وراح نبقى نواكب بكل شي جديد، يسعى والإصرار بينا يظل يزيد، ما يسعنا الكون من قد الفرح، ما يسعنا الكون من قد الفرح. هلا بالبارك لنا. المرحلة الأولى نشكر أبطال المتفوق ونشكر الأهل على هاي التربية. شكرا جزيلا. يلا يا أصحابي تعالوا نحتفل هلا بالبارك لنا، خير اتمنى إلنا، تعبنا حتى نوصل، فرحنا من وصلنا. صارت عدنا همة، صبرنا كان نعمة، صعدنا على النجمة، حققنا حلمنا. يلا يا أصحابي تعالوا نحتفل، صعب راح وبقى بس السهل، إن شاء الله للأبد يلتم الشمل، كنا صح هواي بس من فرد روح، كنا صح هواي بس من فرد روح. وإن شاء الله ما ننسى كل الذكريات، وياكم اللحظة ترى تعاد الحياة، ربي تتحقق كل الأمنيات، ما يسعنا الكون من قد الفراغ. أحق الباطنة بشأن معرفة البنات تم تكريم اليوم بعد حصولي على الإعفاء العام وأيضا على معدل 97 من مجموع 60 طالبة. إني أشكر مديرة المدرسة ست لقاء شاكر عزيز، وأيضا مدير قسم تربية الأعضاء الحربانية الأستاذ صباح فرحان، وإني أشكر مشرف المدرسة الأستاذ عماد، وإني أشكر مدرساتي وأيضا المرشد الخاص مرشدة الصف الجهود المبذولة ويانا، وشكر خاص لكوادر التصوير اليوم في الاحتفال، وإني أشكر والديتي وأباء زميلاتي على الإعفاء العام وأتمنى لهم التفوق في السنوات المقبلة. طبعا أنا طالب قمر رياض سليمان من مدرسة شعاع المعرفة، أحب إنه أشكر المديرة ست لقاء والمدرسة وكادر المدرسة، فأشكر إنه أحب أشكر مدرساتي اللي تعبوا ويانا لحد هاي الفترة إنه خلونا نوصل هذا الإعفاء، ومن جهودهم إلنا وصلنا للإعفاء للريدة، طبعا ذلك بفضل دعاء الأب والأم. من الطالبة ماريا قاسم حصلت معدل 98.75، وأشكر كادر المدرسة وشريك اللقاء ومدير التربية أستاذ صباح فرحان، وأشكر جهود كل من حضر على حفلة مالتنا، وأشكر الكادر كله. طالبة سبق طارق علي خلف إعفاء عام معدلي 99.75. أشكر الكادرين والسلطة على التفوق والمستنون على هاي